النهارده هنعرف مع بعض طريقة الحمام المغربي وازاي تعمل الحمام المغربي في البيت. يعني بطريقة تكون مختصرة وسهلة. طبعا هنا في الأول كده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب، اللهم امين. طبعا النهارده هنتكلم عن الحمام المغربي. قبل ما ادخل في فيديو النهارده وقبل ما اتكلم معاكم عن الحمام المغربي، وزي ما انتم شفتوا كده في البدايه، بس هقول بس حاجه كده مهمه. انا بعلن تضامني وحزني الشديد على اهالينا في غزه، وبقول لهم احنا معاكم قلبا وقالبا، ربنا معاكم، ربنا يا رب ان شاء الله ينصركم، وان شاء الله منصورين، الا ان نصر الله قريبا باذن الله. وان شاء الله شهداءكم في الجنه ونعمها، والشهداء والمصابين دول شهدائنا جميعا ومصابينا، ويا ربنا يعلم بحاله الحزن الشديد اللي ماليه مش قلب انا بس، قلب كل المصريين وقلب العالم كله. ربنا ان شاء الله يعديكم من المحنه دي ان شاء الله، وتحرروا ارضكم، وان شاء الله تعيشوا حياه سالمه امنه باذن الله. ربنا معاكم، وربنا يستجيب لدعائنا جميعا يا رب، اللهم امين. النهارده اكلمكم بقى على الحمام المغربي. اظن ناس كتير 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 بنات وستات عايزين يعرفوا الحمام المغربي. في طبعا اللي يعرفوا وبيستخدموا، وفي اللي لسه ما يعرفوش او ما ياخدش باله منه، او اللي هو ما عندوش انتباه للحمام المغربي، او اللي هو بيستخدم ازاي، او بتعملي ايه، او الكلام ده كله. وانا حبيت النهارده اطلع معاكم زي ما انتوا عارفين عني وكده، ان انا دايما بحب اخليكم دايما في الصورة معايا، ودايما بحب اوضح لكم كل حاجة عن العناية بالبشرة والشعر. النهارده بقى اول مرة اقدم لكم فيديو العناية بالجسم. يعني انا قدمت لكم عنايه بالبشره والشعر كتير، اول مره اقدم معاكم عنايه للجسم. طبعا في المغرب الحمام المغربي كالمغربيين ده طبعا الحمام بتاعهم بيستخدموه تقريبا كل اسبوع او كل 10 ايام، كل اسبوعين يعني بيستخدموه بشكل دايم. انما هنا في مصر المتعارف عليه ان محدش بيعمله الا اللي هو بقى ايه، لما تكون مثلا عروسه وعايزه اللي هي راح داخله على فرح، فرحها مثلا قرب، وقبل الفرح بيوم او باتنين بتروح تعمل الحمام المغربي. وطبعا في حمامات مغرب، في صالونات يعني فيها بتبقى مجهزه الحمام المغربي وكده. او الناس بقى اللي هي الستات اللي هي مسافره لجوزها، او جوزها جاي من السفر، او الكلام ده طبعا برضو يعني اللي هو ما بيستخدموش بشكل دايم. ممكن يكون لارتفاع اسعار الحمامات المغربيه في الكوافيرات او السنترات او البيوتي سنتر او مراكز التجميل. وممكن برضو زي ما قلت في اول الفيديو ما يكونش عندهم التفاته، او اللي هو ايه هو الحمام المغربي وبيتعمل ازاي، وان انا مثلا مش هعرف اعمله في البيت، او ان انا عشان اقدر اعمل الحمام المغربي يبقى لازم اروح البيوتي سنتر او اللي هي مراكز التجميل وكده، فهضطر اصرف فلوس كتير، فبالتالي بيصرفوا نظر عن الحمام المغربي. النهارده اعرفك تعملي الحمام المغربي ازاي في البيت، وهتجيبي نفس النتيجه وكمان احسن من اللي هو الحمامات اللي بره. مش هنحتاج اي حاجة. حتى اللي مفيش عنده بانيو، ناس برضو كتير بتبقى اللي هي مش ما عندهاش بانيو، فاللي هي برضو بتصرف نظر وبتخاف، فبالتالي بتقفل الفكرة او بتستغنى عن الفكرة خالص وكده. برضو مش هنحتاج اللي هو مش هنحتاج الحمام، مش هنحتاج البانيو في حاجة. هنقدر برضو اخليكي تستفيدي من غير بانيو. يلا بينا نشوف. الاول هنشوف هنستخدمه ازاي، وايه هنعمل ايه الاول، وبعد كده نعمل ايه تاني. احنا هنحتاج هنا دش يكون درجة حرارته عالية جدا. هنشغل المية السخنة وهنسيب اللي هو الدش شغال لحد ما نبخر الحمام، لحد ما البخار كله يملى الحمام، لحد ما تمشي ايدك كده على البلاط بتلاقيه كله نازل ميه
بخار الميه كده نازل على البلاط يجري على بلاط الحيطان، يعني تحس ان الحمام كله بقى فيه بخار بطريقه كثيفه. وبعد كده بتدخلي تحت الدش تقلعي هدومك وبتدخلي تحت الدش. بتقفي تحت الدش 10 دقايق او ربع ساعة، والمية تكون سخنة يعني فوق قوة احتمالك لحظة. يعني المية كده يكون انت بقى يعني مستحملاها بالعافية عشان ما تطلعيش من تحت الدش لمدة 10 دقايق او ربع ساعة لحد ما تحسي ان المسامات كلها اتفتحت بتاع جسمك. بعد بقى ما بتقفي لمدة ربع ساعة تحت الدش لحد ما جسمك كله بيسخن لمدة ال10 دقايق أو ربع ساعة، جسمك بالتالي المسامات كلها تتفتح. بعد كده بتسيبي برضو الدش، بتحافظي دايما ان الحمام اللي انت موجودة فيه دايما البخار يكون مالي المكان عشان المسامات ما تقفلش منك. يعني طول ما انت محافظة على البخار بتاع الحمام ان هو يفضل موجود بنفس الكثافة، يعني على طول انت طلعت من تحت الدش سيب الدش مفتوح عشان برضو يفضل البخار المية السخنة والبخار بتاع المية السخنة مفتح مساماتك ومحافظ على الحمام على درجة حرارة الحمام ان هو يفضل سخن، يعني يكون حمام مقفول مغلق. طبعا انا ما بعملش في الحمام ده يعني اللي انتوا شفتوه ده يعني عشان هو برضو صغير، فبعمل في حمام تاني يكون فيه بانيو بس يعني لو ما فيش عندكم بانيو حبيت اصور في حمام ما يكونش في بانيو عشان اللي ما فيش عندهم بانيو ما يكرهوش الحمام المغربي ويعملوه، وان شاء الله يجيب معاكم نتيجة حلوه. المهم بعد ما نطلع بعد ال10 دقايق او ربع ساعة بعد ما نطلع بقى نقف في جنب مثلا في الحمام، وبعدين تجيبي بقى الصابون اللي هو الصابون ده الصابون المغربي. هنجيب الصابون المغربي اللي هو زي ده كده، ده صابون مغربي. هتجيب الصابون المغربي وتبتدي ان انت تدعكي جسمك بقى عيشي حياتك، تدعكي جسمك حته 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 كل جسمك. الصابون المغربي ده بيحوش الاماكن الداكنه وبيحوش البثور وبيحوش جلد الوزه وبنضف وبيصنفر وكل حاجه، بيعمل كل حاجه للجسم، بيعوض بيخلي جسمك كده طالع زي بشره الاطفال بالظبط. يدلك الجسم كله بالماء الدافئ ثم تضع كمية وافرة من الصابون المغربي على كفار الحمام او اللوفة. دلك الجسم لمدة 3 ل4 دقائق ثم اشطف جيدا. ننصح باستخدامه مرتين في الاسبوع، يعني اللي عايز يستخدمه مرتين في الاسبوع يقدر يستخدمه. ده طبعا بتدعك الجسم كله بالحمام المغربي بالصابون المغربي ده صابون مغربي. وبعد كده معانا هنا بقى بعد ما بتدعكي جسمك كله باللي هو بالحمام بالصابون المغربي، بعد كده بنقوم رايحين معانا بقى الليفة المغربية. بنستخدم الليفة المغربية برضو دي الليفة المغربية الأصلية قبل ما تستخدميها. يعني وانت تحت المية كده حاولي ان انت تحطيها في مية ساقعة في الأول، وبعد كده تحطيها في مية سخنة، وتحطي في المية السخنة شوية ملح ونقطة خل وتنقعيها فيهم لمدة ال10 دقايق او على ما توزعي الصابون على جسمك. وبعد ما توزعي الصابون على جسمك وتدعكيه كله دعك كده، وبعد كده بتغسلي جسمك حلو من الصابون. وبعد كده بتبتدي بقى ان انت تقشري جسمك، بتلبسي اللي هي الليفة دي تلبسيها في ايدك اهي. وبعد كده بتبتدي ان انت بقى تقشري في جسمك كله، تدعكي في حركه في حركه دائريه في اتجاه في كده نفس الاتجاه كده، بس بالراحه. في جسم في هنا جهه ناعمه وهنا جهه اللي هي الجهه الخشنه، فانت على حسب تحملك للليفه دي. طبعا بعد ما بتبتدي بقى ان انت بتقشري على ما ترعاكي كده بتلاقي الجسم متقشر وطلع منه بقى جلد الميت والحبوب والندوب والبثور وجلد الوزة والاماكن الداكنة اللي هي المناطق السوداء اللي انتوا عارفينها وكده.
وبعد ما بتدعكي الجسم كله باللفه دي وبتخلصي، بتقومي رايحه برضو داخله تحت الدش. طبعا الدش بيبقى شغال والميه السخنه شغاله وجاهزه. وبعد كده بتغسلي جسمك حلو بعد الليفه. وبعد الليفه بتغسلها، ما تغسلي حلو يعني، تقوم انت حاطه ايه اللي هو الطمي المغربي. طمي مغربي برضو بيكون كويس. تدعكي جسمك كله بالطمي المغربي. وبعد كده بعد ما تدعكيه بالطمي المغربي كويس جدا جدا جدا، بعد كده برضو بتخشي تحت تحت الدش، بتغسلي جسمك كله بالكامل من الطمي المغربي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وبعد كده بتكون الحمام المغربي بتاعك خلص. اهم حاجه توصلي لكل مناطق الجسم. ممكن حد يساعدك بمساعده، تكون حد مثلا اختك او مامتك وكده، واللي هم يساعدوكي عشان الاماكن مثلا اللي انت مش هتطوليها هم يطولوها وكده، ويساعدوكي في استخدام وانت بتعملي الحمام المغربي. بعد ما بنخلص الحمام المغربي بنحط الصابون، وبعد كده بندعك بالليفه، وبعد كده بنحط الطمي المغربي، وبعد كده بنغسل. وبعد كده طبعا معانا بقى ايه الحاجه اللي هي التركه المهمه اللي هي كويسه قوي، اللي هو محدش يستغنى عنها وكده. يعني اللي هي دي هتضيف معاك كتير وهتفرق معاك كتير برضو في الحمام المغربي. يعني انت ممكن تستغني عن التركه دي، بس هي دي الحاجه اللي يعني ايه هتعوضك، يعني ايه هتخلي الحمام فارق معاكي وبرضو هتجيب نتيجه معاكي احلى. دي مخمريه. دي مخمريه. دي مخمريه مزيل عرق، مزيل عرق. وحطيت عليه، رحت اللي هو لحد بيعمل زيوت، عنده زيوت عطرية اللي هو بتاع البرفانات. خليته يحط لي عليها، مش عارفة الصورة مش مظبوطة. بتروحي مثلا لحد اللي هو العطار او اللي هو بتاع اللي بيعمل عطر وكده. بتروحي تقولي له مثلا عايزه زيوت عطريه، شوفي الريحه اللي انت بتحبيها، اي ريحه انت بتحبيها، وبتحطوا زيوت عطريه. بيركبها على اللي هو الكريم مزيل العرق. ده كريم مزيل العرق يعني منه ان هو بيمنع العرق، ومنه كمان اللي احنا حاطين عليه كذا كذا زيت عطري. الزيت العطري ده بكذا كذا ريحه يعني حطاهم عليه. دي بتدي ريحه حلوه قوي، وبتدي بيفضل الجسم لمده اسبوع متعطر، وبيدي ريحه حلوه قوي، بتفضل في الجسم. يبقى احنا عملنا نعومه وتنظيف وصنفره وتعطير للجسم. بيفضل الجسم عندك لمده اسبوع محافظ على ريحته ونظافته. بتمنى ان الفيديو يعني يكون تستفادوا منه، ويكون طريقة الشرح بتاعتي او الوصف بتاعي للحمام المغربي برضو يكون استفدتوا منه. وطبعا هنتظر اسئلتكم واستفساراتكم لاي حد محتاج يعمله او واقف على حاجة. طبعا اكتبوا لي في الكومنتات، وزي ما انتم متعودين هرد على كل كومنتاتكم وكل اسئلتكم واستفساراتكم. بحبكم في الله، ويا ريت اللي ما اشتركش في القناه يشترك وفعل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. كل فيديو بنزله اضغطوا على كلمه بعد الاشتراك، اضغطوا على كلمه الكل عشان يوصل لكم اشعار بالفيديو اللي بنزله. بحبكم في الله، ودمتم سالمين في امان الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.